بيبدأ الفيلم في مدينة على الحدود الساحلية، والظاهر إن في عاصفة بتقرب من المدينة بشكل كبير، وده لأن كل الأخبار والإذاعات وحتى إنذارات المدينة بتحذر الناس إنهم يروحوا لمكان آمن بسرعة، وأي حد يقدر يسيب المدينة ويمشي ما يترددش لثانية واحدة. وبيبان قد إيه الجو فعلا صعب، ولكن قبل ما الأمور تتطور كده، وتحديدا قبل العاصفة بساعة و14 دقيقة، بنشوف بنت واللي بيكون اسمها داكوتا وبتكون عايشة لوحدها، وأول ما بتصحى من النوم بتتصل على مطعمها المفضل وبتطلب الفطار بتاعها، لكنها بتتفاجئ ان المطعم خلاص بيقفل. والمفاجأة الأكبر إنها بتسمع من صاحب المطعم موضوع العاصفة، وده لأنها ما كانتش سمعت الأخبار ولا عرفت عنها أي حاجة، وعلشان كده بتضطر إنها تتصرف بنفسها وبتخرج تشتري أكلها من السوبر ماركت. لكن بمجرد ما بتخرج من البيت بتتوتر جدا وبتكون مش قادرة تاخد نفسها بشكل طبيعي، لغاية ما بيشوفها واحد من جيرانها وبيقولوا إنه أول مرة يشوفها في الشارع بعد وفاة والدتها، وكمان بيطلب منها تيجي معاهم لأنهم خارجين من المدينة. لكن داكوتا مش بتسمع كلامه وبترجع على بيتها جري وهي مرعوبة. وفي نفس الوقت ده بنشوف ثلاث اخوات وهم عند البحيره، وكانوا مبسوطين جدا بالمطر والاجواء الشتويه. وفي الاثناء دي فجاه بيوصل شخص عندهم واللي بيكون اسمه ويلسون، وبنعرف انه يبقى ابوهم بالتبني لانهم ايتام، ولكن للاسف كان شخص صعب جدا وبيعاملهم بطريقه قاسيه وبيفضل يزعق لهم. وده مش علشان خايف عليهم، لكن علشان مش عاوز يغرم نفسه ويوديهم للدكتور لما يتعبوا. وعلى الجانب التاني بنتعرف على بنته واللي بيكون اسمها ليزا، وبتكون شغاله في شركه في نفس المدينه. واول ما بتطلع من الشركه بتلاقي الجو صعب جدا، وبتشوف زميلها واللي بيكون اسمه بوب وهو بيحمل اخر نقله في اليوم، والنقله دي كانت عباره عن دم خنازير. وبينصحها بوب انها تمشي من المدينه بسرعه لان الجو هيسوء اكتر. وفعلا بتتحرك ليزا علشان تخرج من المدينه، وفي الطريق بتكلم والدتها اللي بتلومها لانها اتاخرت على ما تخرج من المدينه، وان للاسف الطرق دلوقتي كلها اتقفلت، وبتفكرها انها حامل وعلى وشك الولاده، يعني المفروض تاخد بالها من نفسها كويس جدا. فبتطمنها ليزا انها هتتصرف وهتقدر تخرج من المدينه قبل العاصفه ما تبدا. وفي مكان تاني وتحديدا في مدينه بعيده تماما عن العاصفه بنشوف عالم احياء في مجال الكائنات البحريه واللي بيكون اسمه ايد، وبيكون بيتابع اخبار العاصفه، وبيتصدم لما بيعرف انها من الدرجه الخامسه، وده معناه ان العاصفه هتكون كارثيه. ومش بعيد مع ارتفاع منسوب الميه اسماك القرش تتنقل من المحيط للمدينه. ساعتها ايد بيقلق لان بنت اخته في المدينه دي، وعشان كده بيروح يكلمها وبيطمن عليها، وبتطلع بنت اخته هي نفسها داكوتا. ولما بيطلب منها تخرج من المدينه بترفض، وبيبان قد ايه هي متعلقه بالبيت ومش بتخرج منه ابدا بعد وفاه والدتها. وعلشان كده بيقول لها ايد انه هيجي ياخدها بنفسه، والمره دي مش بتقدر داكوتا تعترض وبتقول له انها في انتظاره. وفي نفس الوقت كان ويلسون اخد الاولاد على البيت، وفي الطريق بيسمعوا الاخبار بتتكلم عن العاصفه، ولكنه مش بيهتم وبيقول ان الحكومه بتكبر المواضيع ومفيش عاصفه ولا اي حاجه. واول ما بيوصل البيت بياخد بعضه وبينزل القبو عند مراته، وبيبان قد ايه هو متضايق من وجود الاولاد دول، وبيتضح انه بيراعيهم بس لاجل الفلوس اللي الدوله بتدفعها له للاولاد، واللي هو بياخدها كلها وبيصرفها على نفسه وعلى مراته. ولما بتنزل البنت تطلب منهم اكل بيدوها عيش حاف برغم ان اللحمه ماليه التلاجة، وحرفيا كانوا بيتعاملوا معاهم باسوأ معامله. وعلى الجانب التاني بتكون ليزا مش عارفه تعمل ايه، وحتى مش لاقيه اي مكان مفتوح تقعد فيه لغايه ما الاحوال تتحسن. في الوقت ده بتبدا العاصفه بكل قوتها، ومن شده ارتفاع الميه بتدمر المصدات، وميه المحيط بتقتحم المدينه بطريقه مرعبه. ساعتها كانت ليزا بتسابق الزمن انها تخرج من هنا، بس للاسف بتلاقي بوب في طريقها وبيقول لها ان في شجره معترضه الطريق ومش هتقدر تتحرك. وبالرغم من كده ما كانش في قدامها اي حل غير انها تجازف وتمشي في اتجاه الشجره يمكن تقدر تحركها من مكانها، ولكن لسوء الحظ برضه مش بتلحق لان البحر كان خلاص وصل لهم وغرق كل حاجه، وحتى العربيات فقدوا السيطره عليها وبقت عايمه فوق الميه، لدرجه ان التريلا اللي بوب كان سايقها بتتحرك بكل سهوله وفقد السيطره عليها، ومفيش حاجه بتوقفها غير تمثال حجري قوي بيقسمها نصين. وللاسف بمجرد ما اتقسمت كل حموله دم الخنزير اللي كانت فيها بتخرج كلها في الميه. اما ليزا فكانت في حاله صعبه جدا، خاصه بعد ما غصن شجره ضخم اقتحم عربيتها، والاصعب ان كان الفرق بينه وبين جنينها اللي ببطنها يا دوب كام سنتي. وكل الاحداث اللي حصلت دي كانت قصاد بيت داكوتا اللي كانت واقفه وبتتابع اللي بيحصل من شباك الدور التاني في بيتها وهي مرعوبه. وبسبب صوت صرخات ليزا وطلبها للمساعده في اتنين كانوا خارجين من المدينه بقارب راحوا علشان ينقذوها، وواحد منهم اتحرك للعربيه يجيب ادوات قطع الاغصان، بس وهو راجع فجاه بيقع تحت الميه وبيختفي. ولسه صاحبه رايح يشوف ايه اللي حصل له فجاه بيخرج من تحت الميه وهو بيصرخ ومبتوره ايده. وفي ثواني وقبل ما يستوعبوا اي حاجه بيلاقوا اسماك القرش بتهاجمهم من كل مكان. وقتها بوب شاف اللي بيحصل ولسه هيطلع من عربيته علشان يهرب، سمكه قرش بتقتحم عليه العربيه وبتخلص عليه، وفي ثانيه اتحولت المدينه لوكر مرعب لاسماك قرش السور العنيفه. وفي نفس الاثناء دي في بيت ويلسون كان برضه مصمم ان مفيش عاصفه ولا حاجه لغايه ما بيلاقي الميه كسرت الشبابيك واقتحمت عليهم البيت، وهنا بيحس انهم في خطر، وعلشان كده بيروح هو ومراته للجراج يجيبوا ادوات تساعدهم. وبمجرد ما بيخرجوا من البيت سمكه
سمكة قرش بتهاجم مراته وبتفترسها بطريقة بشعة قدام الأولاد، وهم ساعتها كانوا في قمة الرعب ومش عارفين يتصرفوا ازاي. وقتها ويلسون الندل أول ما بيشوف اللي بيحصل بيجري على العربية وكان عاوز يهرب ويسيبهم، بس سمكة القرش وجبت معاه هو كمان وما سابتهوش غير لما أكلت إيده وخلصت عليه. وبكده بقوا الأولاد محبوسين لوحدهم في البيت اللي بيكون متحاصر من كل مكان بأسماك القرش. أما عند إيد فكان قلقان جدا على داكوتا، خاصة بعد ما اكتشف إن العاصفة بدأت وفي أقوى مراحلها، ولأن صعب يروح هناك لوحده ومن غير تصريح بيطلب المساعدة من مراسل قناة مشهور، وبالفعل بيوافق ينقله للمدينة، وده في مقابل إنه يصور الأحداث اللي بتحصل هناك بس مباشر. وفي الطريق إيد بيراقب بيت داكوتا عن طريق الGPS، وفي اللحظة دي بيتصدم لما بيكتشف إن نيلي قريبة جدا من بيتها. ونيلي دي يا عزيزي المشاهد تبقى سمكة قرش من النوع القرش الأبيض، ودي مش بس سمكة قرش مفترسة، دي من أضخم أنواع القروش. وبنعرف إن إيد كان بيطارد نيلي بقاله 3 سنين في المحيط، وللأسف ما كانش ليها أي أثر ولا عارف يوصل لها. وقتها إيد بيتأكد إن بنت أخته في خطر كبير، وفي الأثناء دي عند داكوتا كانت مرعوبة ومش عارفة تتصرف، وخاصة وهي سامعة صوت ليزا بتصرخ على آخرها وبتطلب المساعدة. وحتى لما حاولت تتصل بالطوارئ ما كانش في شبكة في المدينة كلها، لغاية ما ليزا بتترجاها تساعدها وبتقول لها إنها حامل وإنها مش عاوزة ابنها يموت هنا قبل ما تشوف وشه حتى. وكلامها فعلا بيأثر في داكوتا اللي بتتشجع وبتقرر تجازف وتطلع تنقذ ليزا، وبالفعل بتاخد سكينة معاها وبتخرج من البيت وبتحاول تتسلق أي حاجة قدامها، وأهم حاجة إنها ما تنزلش في المية أبدا. وبعد صعوبة بتقدر توصل لليزا وتحررها، وبتنجح إنها تنقذها وبتاخدها معاها للبيت. ساعتها ليزا بتشكرها فعلا من كل قلبها، وبعدها بتسألها إيه الخطة بعد كده، فبتقولها داكوتا إنها ما عندهاش أي خطة. ولسه ما لحقتش تكمل كلامها بتلاقي ليزا بتتألم جدا وشكلها كده خلاص ميعاد ولادتها قرب. ساعتها مش بتلاقي داكوتا أي مساعدة تقدمها لها غير إنها تطلع فوق سطح البيت وتكتب كلمة هيلب بالملايات، وده علشان المروحيات اللي تعدي تشوفهم ويعرفوا إن في ناس في البيت محتاجين مساعدة. وفي نفس الوقت عند الإخوات كان منسوب المية زاد جدا عن الأول لدرجة إن عفش البيت كله اختفى، وعلشان كده قعدوا كلهم فوق الترابيزة. وقتها بتقوم أختهم علشان تقفل باب الشقة، وده قبل ما القروش تدخل البيت، وفعلا بتوصل لغاية الباب لكنه كان بعيد عنها، وللأسف قبل ما تقفله بيدخل القروش للبيت، وهي من الرعب بتقف ثابتة في مكانها ومش عارفة تتحرك، بس كانت خلاص هتفقد توازنها وتقع في المية لولا وصول رون أخوها على آخر لحظة وبينقذها. وعلى طول بيرجعوا للمكان اللي كانوا قاعدين فيه وبيفكروا يلاقوا حل للكارثة دي، لغاية ما بتقترح الأخت إن رون ينزل القابو ويجيب اللحمة اللي موجودة هناك علشان يشتت بيها القروش، وفعلا الخطة بتعجبه وبيقرر ينفذها في الوقت المناسب. أما إيد فكان خلاص وصل للمدينة وبيبدأ يجهز القارب اللي هيدخل بيه ينقذ داكوتا. وقتها بيجيله أخبار إن منسوب المية هيرجع يزيد أكتر، وعلشان كده بقى بيحاول بكل قوته إنه يوصل لبنت أخته أسرع. وقتها كان خلاص الليل بدأ يدخل ولسه الإخوات قاعدين ومش عارفين يتصرفوا إزاي، وبيقعدوا يتكلموا عن حياتهم مع ويلسون، والأول مرة يطلعوا اللي في قلبهم ويشتموه براحتهم. بس الصدمة الكبيرة لما لقوا ويلسون خارج من المية بيصرخ، وبيتضح إنه لسه عايش لكنه مصاب إصابات خطيرة، ومن بجحته كان عاوز رون يخاطر ويروح يشوف مساعدة. لا، وبيقول لهم إنه ما كانش ناوي يهرب ويسيبهم ولا حاجة، وكمان بيحاول يكذب عليهم وبيقول لهم إن أسماك القرش مش بتحب طعم الأطفال فمش هتقرب منهم. وفي الوقت ده الإخوات بيلاقوا الشيك بمبلغ كبير وبيكتشفوا الحقيقة المرة، وهي إن ويلسون كان بيستغلهم وبياخد الفلوس اللي الدولة بتديها له علشانهم ومعيشهم في جفاف وحياة بائسة. وعلشان كده رون مش بيقدر يستحمل وبيتخانق معاه، وفي عز ما الخناقة كانت شديدة بتيجي أخته وبتزق ويلسون في المية، وهنا بقى القروش بتتجمع عليه والمرة دي بتفترسه قدامهم ومش بيسيبوا فيه حتة سليمة. ساعتها بيستغل رون انشغال القرود وبيجري على القبو ويجيب اللحمة اللي موجودة، وكمان بيلاقي شنطة بيطلعها معاه يمكن يكون فيها أسلحة تساعدهم، وفجأة هدومه بتمسك في مسمار وكان خلاص القرش قريب منه، وعلى آخر لحظة بيقدر ينقذ نفسه وبيرجع لإخواته سليم. وفي نفس الوقت ده عند داكوتا كانت المية وصلت للدور التاني من البيت وخلاص الوضع بيسوء أكتر، وألم الولادة بيصعب أكتر وأكتر على ليزا. ساعتها بتصعب على داكوتا جدا وبتقرر للمرة التانية إنها تتشجع وتتصرف، وعلشان كده بتجيب كل حاجة في البيت، بتطلع ذبذبات أو إشارات قوية وبتقول لليزا إن خالها قال لها إن القروش بتنجذب للحاجات دي، وبعدها بتحطهم في أكياس وبترميهم من الشباك، وده علشان يشتتوا القروش عنها لغاية ما توصل للقارب اللي قدام بيتها. وفعلا بتعمل كده وبتطمن ليزا إنها هترجع لها في أسرع وقت. وبتنزل داكوتا في المية وهي في قمة الرعب، وخاصة وهي شايفة القروش حواليها، وكل قرش بيقرب من الحاجات اللي رمتها لغاية ما بتلاقي قرش ضخم معدي من تحتها بالظبط، وهي ساعتها قدرت تتصرف وتثبت نفسها، وإلا كان زمانها في أعداد الموتى. وبعد دقايق كلها خطر وحبس أنفاس بتقدر أخيرا توصل للقارب اللي هتنقذ بيه ليزا. وفي نفس الأثناء كان إيد في طريقه لداكوتا، وقتها المراسل كان قايم بدوره وبيسجل كل حاجة في المكان، وبعدها بيسأل إيد عن السبب اللي خلاه يدرس القروش، فبيحكي له إنه كان في بلد في أفريقيا بينتشر فيها
حيوان فرس النهر، وده حيوان سريع ومرعب ومفيش اي حيوان تاني يقدر عليه. وفي يوم شاف سمكة قرش بتهجم على فرس النهر، وساعتها كان لأول مرة يشوف فرس النهر بالضعف ده، وبيلاحظ نظرة الخوف في عينيه. ومن ساعتها وهو قرر يدرس القروش اللي قدرت تهزم الرعب الوحيد اللي كان في قريتهم. وفي الوقت ده بترجع اشارات الاجهزة من تاني، وبيكتشف إد ان اعداد القروش حوالين بيت داكوتا زادت، فبيسابق الزمن علشان يلحق يوصل لها. وبيعدي الوقت وبتبدأ شمس اليوم الجديد في الشروق، خاصة بعد ما اكتشفوا ان الشنطة اللي رون جابها من القبو فيها ديناميت. وبيقرروا انهم يلفوا الديناميت حوالين اللحمة، وده علشان اول ما القرش ياكلها تنفجر فيه ويموت. وفعلا بيعملوا كده، ولما بيلاقوا القروش ما قربتش من اللحمة بينزلوا بنفسهم في المية، وبيفضلوا يتحركوا جامد لغاية ما يجذبوا القروش، وبعدها بيهربوا بسرعة وبيستخبوا. وفعلا الخطة بتنجح، والقرش بمجرد ما بياكل اللحمة بينفجر الديناميت فيه وبيتحول لأشلاء. وكده يبقى الاخوات اخيرا قدروا يتخلصوا من الخطر اللي كان محاوطهم. اما عند ليزا فخلاص كانت في اخر لحظات قبل الولادة، وللاسف البيت كان كله غرق، وما بقاش فاضل بينها وبين السقف غير سنتيمترات بسيطة، لدرجة انها بتقع في المية وبتخرج من البيت خالص. ساعتها داكوتا كانت بتحاول توصل لها، وبتجيب معاها سهم صيد يمكن يساعدهم، وللاسف مش بتقدر ليزا تستحمل اكتر من كده وبتولد في المية، وبسبب كده بتتحول المية حواليها لبركة دم. وطبعا القروش بتنجذب فورا ليها، في حين انها اول حاجة بتعملها انها بتفصل ابنها عنها وبتحطه على لوح خشبي وبتبعده عنها. وبروح الام المقاتلة بتقدر تقتل قرش لوحدها، وده عن طريق لوح خشبي بتطعن القرش بيه. وقبل ما تهرب بتلاقي قرش تاني بيقرب منها، والمرة دي داكوتا هي اللي بتنقذها وبتصيده، وخلاص كانت قربت توصل لها هي وابنها بالقارب. وفجأة بتعدي سمكة قرش من تحتها بتقلبها في المية، ومن حسن الحظ ان ايد وصل في الوقت المناسب واستخدم جهاز ذبذبات كهربائية علشان يبعد القروش عنهم. لكن للاسف كان لسه في قرش قريب جدا منهم، وخلاص كان هيهجم عليهم لدرجة انهم استسلموا لمصيرهم. وهنا المعجزة بتحصل لما بتخرج سمكة قرش ضخمة وبتاكل القرش الصغير ده في لحظة، وفي ثواني بترجع تختفي تاني في المية. والسمكة دي كان نفسها سمكة نيلي. واخيرا ايد بيوصل لداكوتا وبينقذها هي وليزا، اللي حرفيا عاشت اسوأ لحظات في حياتها، وولدت ابنها في وقت وطريقة ولا اغرب من الخيال. واول حاجة بتعملها ليزا هي انها بتكلم والدتها بتطمنها عليها. اما ايد فبيقول لداكوتا انه فخور بيها وبشجاعتها، وان امها لو كانت عايشة كان زمانها هي كمان فخورة بيها. وفي نفس اللحظة دي عند الاخوات ما بيصدقوا ان اخيرا العاصفة هديت، وراحوا اخدوا عربية ويلسون وخرجوا بيها من البيت، وهم مقررين انهم هيعيشوا حياة احسن من اللي كانوا عايشينها في البيت ده. والظاهر ان العاصفة زي ما كانت كارثة مدمرة فكانت برضو فرصة لظهور حياة جديدة بأمل جديد. وبكده بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم بخير.